الحياة أقوى بكتير أوي من الموت. دي حقيقة بيشوفها اللي بيفكر في الحوادث اللي بتحصل حواليه كل يوم. أرواحنا كبني آدمين متعلقة بكل شيء. ممكن تكون حاجات بسيطة عمرك ما فكرت فيها، زي رجل دبانة أو إيد سواق عربية أو قطر أو طيارة، أو حتى صوابع الحلاق اللي بيحلق لك وأنت فاكر إن الموضوع بعيد عنك. هحكي لك قصة عن حلاق كنت رايح أحلق عنده. رحت للحلاق وأنا فرحان وبغني. دخلت المحل، قعدت على الكرسي، سلمت راسي للحلاق، حط معجون الحلاقة. حسيت بمتعة جميلة. أخد راسي في إيديه وهمس في وداني بصوت واطي: لا مؤاخذة يا أستاذ، عندي طلب بسيط. ما تعرفش حضرتك حد في مستشفى المجانين؟ اندهشت من السؤال وقلت له بهدوء: ليه؟ لا، حاجة بسيطة. أخويا مجنون في المستشفى وعايز أخرجه. مجنون؟ مجنون ولا بقى سليم؟ هو ما كانش مجنون خطير أصلا. عايزين دايما يحبسوا الناس ظلم. الموضوع بسيط، شوية خيالات وأوهام ما فيهاش ضرر. ولا كان بيصرخ ولا بيضرب حد زي المجانين اللي بنسمع عنهم. الموضوع بسيط خالص، مش مستاهل. أخويا حلاق زيي، وكان بيشتغل الصبح في أمان الله، وكنا في الصيف والحر شديد، وأخويا كان عطشان. فتخيل إن راس الزبون بطيخة، وكان في إيده الموس، فكان عايز يفتح البطيخة بالطول. أول ما سمعت كده خفت وقلت له: يفتح إيه؟ البطيخة يا أستاذ، يعني راس الزبون. الحلاق كان بيقول الكلام ده بهدوء وبصوت طبيعي. حسيت إن الدم في عروقي اتجمد. كتمت أنفاسي من الخوف وقلت له: طبعا أخوك الوحيد اللي في العيلة بالشكل ده. سكت شوية وقال لي: الحقيقة أنا في بعض الأوقات بتخيل زيه حاجات بسيطة يعني، بالذات في موسم البطيخ. كلام في سرك، أخويا معذور ومعاه حق. بصيت بصيت في عينيه، لقيتها بتلمع. تأكدت إن ساعتي قربت. قلت الشهادة، غمضت عيني وما فتحتهاش إلا على صوت الحلاق وهو بيقول لي: نعيما. قمت من مكاني بسرعة زي اللي اتولد من جديد. دفعت الحساب، والحلاق عمال يوصيني على أخوه إني أخرجه من المستشفى. أنا مش سامع منه أي حاجة. كل اللي يهمني إن أمشي من عنده. أول ما حطيت رجلي على الطريق حلفت إني أحلق بإيدي بعد كده، أو على الأقل ما أروحش للحلاق في موسم البطيخ. ودي كانت حكايتي مع الحلاق. علشان كده أنا بنصح كل واحد إن هو يختار الحلاق الصح قبل ما يروح. وآخر حاجة أحب أقولها لكم: يا ريت الاشتراك في القناة علشان نقدر نستمر. وشكرا.